السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز الزمالك بعد عذاب ودموع وآهات على رأي طارق الشيخ عذبوا جماهيرهم. بدل ما الزمالك في مباراة زي دي مباراة عودة مهزوم 2-0، بدل ما يجيب جون هو في أول 15 دقيقة بيستقبل جون في أول 15 دقيقة. مش عارف على مدار 45 دقيقة مش عارف يخترق دفاعات أرتا سولار. ده الشوط الأولاني، لعب عشوائي ولعب طويل ومفيش حد بيلعب بدماغه وكروسات كلها في الاماكن الغلط وكلها عشوائيه وكلها على البعيده اللي مفيش حد اصلا مستني على البعيده. الشوط الثاني غير، وانا من وجهه نظري شايف نجوم المباراه، نجم المباراه مصطفى شلبي وكلمه السر يوسف اوباما. الشوط الثاني هدف في اول 5 دقائق، اوباما اول ما نزل هدف، ثم هدف ثاني بعديه ب3 دقائق عن طريق شيكابالا من اسيست اوباما برضه، ثم هدف ثالث عن طريق زيزو، وقعت من الجون، عماله تخبط في العارضه وتخبط في اوباما وفي زيزو. هدف ثالث ثم هدف رابع في الدقيقه 89 وهدف الصعود عن طريق المسلوسي. برضه كروس اتعمل راحت محطوطه في رجل الجون، ردت من رجل الجون، مسلوسي لقاها قدامه راح حط شماله في حلق الجون. الهدف الرابع عشان الزمالك يصعد. والزمالك صعد من وجهه نظري علشان خاطر جماهير على مدار 90 دقيقه ما هندتش، الافات جايه، يعني عايزه، يعني بصراحه هيموتوا الناس. يمكن الجماهير لو نزلت لعبت هتبقى افضل من بعض اللعيبه في الملعب، بس في كلام كتير. اهم ما في اليوم صعود نادي الزمالك لدوري المجموعات ويعيد ترتيبه، لان الفرقه انا شايف انها الفرقه اقل من العادي. ونادي الزمالك، فرقه نادي الزمالك صعبت الدنيا هناك 2-0، وصعبت الدنيا اكتر هنا 1-0 في اول ربع ساعه. لكن ربنا وفقهم وربنا اراد ان الزمالك يصعد. ونتمنى مستر اسوريو يعدل شكل الزمالك اكتر من كده ويراجع نفسه في بعض اللاعبين.